عارفين انتوا الافيه بتاع عادل امام لما قالك تبقى قاعد بتاكل وبتعيط من فرط اللذه؟ اهو ده والله اللي انا كنت حاسس بيه وانا باكل المكرونه بتاعت صلوحه. طيب لو انتوا زي حالاتي بتحبوا تروحوا دايما عند صلوحه تضربوا لكم كده كام رغيف كبده وسجق، فاحب اقول لكم ان صلوحه دلوقتي بقى بيعمل كمان مكرونه بالكبده والسجق. في الاول بيحبش صلصه المكرونه وبعدين يحط فيها المكرونه وفي الاخر بقى ينزل عليها بالبروتين اللي انت عايزها بقى ميكس، عايزها كبده او سجق، كبد وكلاوي، لحمه نسايل، اطلب زي ما تحب. انا جربت الاول واحد مكرونه افتكاسه وده بيبقى عليها كبده وسجق مع بعض، فوقيهم على الوش كده شويه تقليه وبصل اخضر من فوق. عايز اقول لكم المكرونه حرشه وسبايسي قوي وطعمها حلو قوي قوي، يعني سواء الكبده ولا السجق بالنسبه لي الاتنين كانوا احلى من بعض. بس يا جماعه اللي بجد ما يتفوتش عند صلوحه هو طبق المكرونه الميكس، وده بيبقى عليه من فوق ميكس كبد وكلاوي. طعمها يا جماعه خطير، حاجه كده ما ينفعش يتحكي عليها كتير، هي تتاكل وبس. انا عن نفسي بصراحه حبيت قوي فكره المكرونه بتاعت صلوحه لانه بيعمل دايما السهل الممتنع وبيجمع دايما بين النظافه والطعامه والتحبيشه الصح، ولاني كنت محتاج فعلا حاجه تطفي النار اللي جوايا بعد المكرونه فطلبت واحد عجوه بالايس كريم عشان يبقى فعلا ده مسك الختام لاحلى كلام. هستناكم بقى تجربوا المكرونه من عند صلوحه وانا واثق ومتاكد انها هتعجبكم لان فعلا طعمها حلو وخطير. واستنوا في الفيديوهات اللي جايه اماكن حلوه وحرشه تانية كتير.